السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ فيديونا كده نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انس جاي يسلم عليكم، بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. هو رايح الدرس فبيعدي عليا كل يوم هو ويوسف يسألوني عايزة حاجة يا تيتا، محتاجة حاجة، وبعد كده بيروحوا الدرس. زي ما انتم شايفين كده عندي فرخة مقطقطة كده، قصيتها من الظهر وخليها كده ايه زي ما هي، وحطيت عليها ملح ودقيق وشوية خل، وابدا ادعكها كده في قلب بعضيها واركنها ايه تتنقع مع نفسيها كده على جنب. وبعد كده تعالوا نشوفوا هنعمله اكل ايه. صراحة جيت من الشغل النهاردة كان الجو كاتمة كده وتراب غريب جدا، يعني شوية يبقى حر وشوية يبقى صيف، فمش عارفين والله يستقر على حل. تمام، انا ركنتها كده على جنب، صب من ايدي. تمام، وفاطمه بقى هتشمر وشوف هتعمل الفطار ايه النهارده. انا سالت حوده فهو قال لي على اكله كده جميله سهله، فانا هعملها. تابعوا معانا الفيديو، ولو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك. انا رايحه اجيب الصابون المواعين وارجع لكم تاني. او زي ما انتم شايفين كده هنغسل الطبقين وكوبايتين اللي موجودين معانا. نخلص كده اول باول، ما يبقاش ورانا اي حاجه عشان نبدا نعمل الاكل كده بتاعنا واحنا رايقين. تمام. صراحة الفيديو دوت انا ما كملتهوش، ان كنت عملت الاكل والله العظيم وخلصته. كان فاضل ساعة على على الفطار، بس مع صحياني بدري وسهر طبعا عشان السحور ونحضر للاولاد والكلام ده كله، فنمت وانا قاعدة وسبت الاكل في الفرن. والله العظيم. فالحمد لله يعني محمود لحق الاكل وطلعه من الفرن. تمام. هتشوفوا بقى ايه في اخر الفيديو إيه اللي حصل بالظبط، بدل ما احرق لكم الفيديو دلوقتي وبعد كده ايه ما تكملوش الفيديو، فاستنوا معايا كده نشوفوا في الاخر ايه اللي حصل. انا غسلت الطبقين كده والكوبايتين، اول باول كده ما بقاش ورانا حاجه. تمام. صراحة الشغل في رمضان بيبقى متعب جدا، خاصة مش بتبقي واخدة كفايتك في النوم، مع السهر مع الأولاد ومع الشغل، فكل ده كده بيخليكي ايه مجهدة. فربنا يعيننا ويقوينا يا رب ويتقبل مننا صيامنا بإذن الله كده يا رب، ومجهود كل بني آدم في شغله وعمله، وربنا يعين الجميع. تمام. هسلك بقى الحوض بتاعي كده ونخلص كل اللي ورانا. تمام. بس والحمد لله. انا جبت لكم النهارده بتنجان، اللي بقى متابعيني حبايب قلبي كانوا بيسالوني في البث اللي فات عايزين طريقه البتنجان المخلل، فانا هعمل لكم طريقه البتنجان، وكمان اشتريت فلفل احمر علشان خاطر نفرزه مع بعض. تمام. انا من الوقت للتاني بحب اشتريه، بيبقى مفيد جدا، وانا بحطه كده ايه في التلاجة، بينفع لاي شيء. هشطف بقى الصينية بتاعتي دي عشان دي اللي هنعمل فيها الفرخة بتاعتنا. نشيل كل الحاجات اللي موجودة ديت زي ما انتوا شايفينها كده. تمام. ننشف بقى الرخامة بتاعتنا. الله ينور عليك يا فتومة. خلاص كده يا بنات، نخش بقى ايه على على الاكل بتاعنا. جبت الصينية ونجيب كام بصلاية كده علشان خاطر نقطعهم. تمام. ونطلع الكبة يا فطومة ولا ايه؟ طبعا هنا السكينة مش عارفة تلمة جدا، عمالة بتعارك معايا عشان تقطع البصلاية. انا طبيعتي بحب السكاكين تكون حامية، تلاقوني كل ما انزل السوق اشتري سكينة، كل ما انزل السوق اشتري سكينة علشان خاطر ما بحبش السكاكين الباردة. فانا هدور على المسن وهقعد اسن السكينة ديت عشان خاطر تنجز معايا، وزي ما بقول لكم انا ما بحبش السكينة تكون تلمة. اكن فاطمه هتذبح خروف ولا هتذبح وز مش عارفه. يلا زي بعض، سن السكينه يا فاطمه. تمام. نبدا. بصوا مشيت على طول في قلب البصلايه. نقطعها كده بالطريقه ديت. اكله كده ايه سريعه. فانا بحب دايما اسال اولادي هناكلوا ايه النهارده، حابين تاكلوا ايه، اعمل لكم ايه. بريح دماغي الصراحه عشان ما اعملش حاجه وفي الاخر يقولي لا مش هناكلوا ده او مش عايزين ده. فبحب دايما اشاركهم اليوم اللي هنعمله فيه ايه. حتى كان ايمن وهبه وهم صغيرين كان نفس الطريقه، كنت دايما اقول لهم هنعمل اكل ايه يا هبه النهارده، ايه ايمن تاكل ايه. كان عندي ايمن بيحب ياكل اي حاجه صراحه، ما بيعرضش في بالنسبه للاكل.
بس كان بيحب أكلات معينة كده، يعني كان يحب المكرونة البشاميل، يحب السمك اللي هو المحرات كده. لكن بقية السمك ملهوش قوي فيه، يحب ياكل رنجة، ملهوش قوي في الفسيخ. فكل عيل من عيالي ليه طريقة في الأكل بتاعه. زي ما انتوا شايفين كده. معايا محمد برضو نفس الطريقة، بيحب ياكل أي حاجة بصراحة، يعني ربنا يكرمه. محدش بقى في الأكل إن هو بيبقى بيتنك قوي يعني على الأكل بصراحة إلا محمود. ما بحبش الجبنة، ما بحبش مش عارفة ايه، ما بحبش ايه. انا بقى ما بحبش اللي يقول ما بحبش، ان نعمة ربنا جميلة جدا، وفي ناس كتير جدا مش بتبقى لاقياها. فالمفروض البني ادم ياكل اللي قدامه، يعني يرضى بيه، يعني يعود نفسه شوية بشوية ان الحاجة دي مش بيحبها. فبالتدريج ادوق مرة منها، تاني مرة مش عارف ايه، لغاية لما اتعود واكلها. بصوا انا بضرب البصل كده زي ما انتم شايفين، عشان ما اخرجش عن موضوع الفيديو واحكي لكم في حكايات تانية. اما انا بحب ايه، انا زمان بجد يعني وانا بنت كده ما كنتش باكل لا الكوسه ولا البتنجان المقلي، إيه، ولا حاجات كده ما كنتش بحبها. بس جت علينا اوقات في الشغل بنبقوا سهرانين او مطبقين في الشغل، وكنا بنبقى جعانين، كانش بيبقى فيه موجود مثلا، ممكن قلل البتنجان المقلي، بطاطس مقليه، فول. فتلاقي نفسك الجوع بيخليكي تاكلي الحاجات اللي انت مش بتحبيها، والجوع بيخليكي تتعودي ان انت تاكليها. والكوسه نفس الطريقه، يعني الواحد جعان ومفيش اللي هي موجوده قدام مني فاكلت. فمره على مره خلاص اتعودت وبقيت اكل الحاجات ديت. تمام. بس اكتر حاجه ان انا بحبها مثلا وبعشقها زي الكروم، الملوخيه. بص، عشان دلوقتي انا عملت ايه، ضربت بصلتين في الكبه، وقطعت طماطمايه، حطيت بهاراتي بقى، فلفل اسمر وسبع بهارات. تمام. وفاطمه مش عارفه بتدور على ايه تاني. دي شويه شطه كده، بابريكا، ودي بهارات كبسه. حطيت البهارات كلها قدام مني وهبدا ادعكها. كمان حطيت قرنين فلفل اخضر. ادعك الخلطه دي كويس جدا بالطريقه ديت. هشغل كده الموتور عشان اشطف ايدي. وكمان نغسل الفراخ كويس جدا بعد الخلطة اللي احنا عملناها دي، وخل وملح. واحطها ايه تتصفى في طبق في المصفى. وبعد ما تتصفى كويس جدا نبدأ ان احنا ايه نشتغلوا فيها. تمام. اهو هرجع لكم تاني بعد ما فاطمة مش عارفة بتدور على ايه. اهو بجيب المصفى زي ما انتم شايفين كده، اجيب المصفى وطبق عشان نصفي الفرخة، لازم تصفي كويس من المية. اسيبها بقى شوية ونرجع لبعض تاني. يلا بينا. اهي الفرخة اصطفت لما انا فاتحاها كده ايه من الظهر، واتنقعت وبقت فل فل. نمسك بقى الخلطة بتاعتنا، نحشي في الفرخة من جوه ومن بره ومن تحت الجلد. طبعا دي مش محتاجة تتغزغز الصدر بتاعها، ان الفرخة وسط يعني صغيرة كده اوزي. فمش مش محتاجة يعني انها الصدر نخرموه بسكينة ولا حاجة. بس هناخده الخلطة دي ونحطها ايه تحت الجلد، ان كان عند الوراك ولا كان عند الصدر. هنحط الخلطة ديت في قلب منها بالطريقة ديت. وبرضو نغطيها ونسيبها شوية كده، نص ساعة هتشرب من التتبيلة ديت وعلى العصر كده نبقى نحطها في الفرن. تمام. انا كنت ضاربه بصل هنا، حطيته في الحله عشان خاطر نعمله الرز بتاعنا. وخدت شويه ميه كده باللي فيها البصل ديت، حطيتها على الفراخ، وهبدا ان انا ايه اغطيها بورق ألمونيا، واسيبها زي ما قلت لكم كده على العصر نبدا ندخلها الفرن. عايزه الاكل يبقى سخن، يعني يطلع يبقى جاهز كده على طول. تمام. عندي زعفران، هنحط واحدتين كده على الماشي، تكة كده ايه بسيطة. يا جمالك يا جمالك يا فتومة. خلاص يا بنات، اللي فيها بقى يا ركنها على جنب، وتعالوا نعمل بقى الأكلة اللي محمود بيحبها برضو جدا جدا، وبرضو أيمن. او حطيت البصلة شوحتها بالشكل ده كده، بحتة سمنة كده جميلة، وشوية زيت صغيرين. مش عايزاها حمرا، انا عايزة يا دوبك تبقى صفرة كده بالشكل ده.
عندي كيس بزلة او جزر، هنزل على البصلاية بتاعتي علشان اشوحهم تشويحة كويسة جدا بالشكل ده. تمام. طبعا انا عايزة البزلة والجزر يستووا شوية يعني كده، فهنزل عليهم. هنا حطيت بهارات كبسة، وحطيت كركم، وحطيت ملح وفلفل اسمر، كل ده على الخضار عشان يتشوح في قلب الإدام ويشرب من البهارات دي كلها بالطريقة كده زي ما انتوا شايفينه. تمام اهي. خلاص يا بنات. ايه تاني يا فاطمه؟ هتحطش ايه تاني؟ فلفل. بتعشق الفلفل. آه خلاص كده اهي. هنوطش بقى ايه النار بتاعنا كده ولا بتعلي النار؟ عايزه تنجز، علت النار. تمام. هنزل بقى بالميه، معيار الرز بتاعي. هسيبها تاخد لها غلوتين عشان البزله والجزر كده ياخدوا لهم غلوتين. خلاص الميه غليت بتاعتي وخدت من لون البهارات اللي انا حطيتها، فهنزل بالرز زي ما قلت لكم، رز معيار الميه بالشكل ده. هو كده محتاج حبه ميه كمان عشان انا مش بعير. انا من الناس اللي بحب بعمل بالنظره كده بعرف ايه اللي ناقص معايا. او بصوا، حطيت حبه ميه كده، ايه بقى تمام. وممكن تحطي معلقه كده ايه في النص، لو المعلقه ثابته يبقى هو مش محتاج ميه، لو المعلقه مالت منك يبقى محتاج ميه. وبرده هحط على الرز زعفران واغطيه. هنا حطيت البتنجان في الميه بعد ما غسلته، وحطيت عليه ملح علشان خاطر اسلقه. دي طريقه تمليح البتنجان. بس حاولي ما تسويهوش قوي عشان لما يقعد معاكي في التلاجة ما ينعمش ويبوظ منك. فخلي السوا بتاعه كده ايه في المعقول. تمام، عشان كل ما يقعد معاكي هيستوي. هنا الفلفل ده اللي انا جبته، جبت الكيلو ب12 جنيه. الفلفل الاحمر ده غسلته وصفيته، وهبدأ اشيل اللي هي الراس من عنده، وهضربه في قلب الكبة. هاخد حبة حبة كده اضربهم عشان الكبة تشتغل معايا. ده بحطه دايما في التلاجة في علبة، بستخدمه على طول يعني، مش بيبقى في الفريزر، بيبقى على رف التلاجة عادي، مش بيجراله اي حاجة. تمام. لو لسه ما عملتيش لايك، يلا اعملي لايك بسرعة، وتعالوا شوفوا فطارنا النهارده عامل ازاي. وبعد ما عملت ده كله انا ما فطرتش يا بنات، والله العظيم قعدت نمت. والله. بصوا، حطيت معلقه توم. طبعا كميه التوم دي كتيره على الحبه اللي انا عاملاهم، بس انا هكمل بقيه ضرب فلفل على هذا المعلقتين التوم. وحطيت ملح، بس انا عشان احرك الكبه شويه يشتغلوا معايا حبه الفلفل دول، واكمل بقى هكذا يعني، اخدهم حبه حبه كده. اهو بصوا، اضرب الفلفل، هقلبه بس كده ايه بالمعلقه اهوت. انزل اللي هو الضرب ده عشان احط عليه تاني من اللي هو السليم. وكمان نحط شويه زيت، الزيت هيحافظ عليه ما يعملش ريم ولا رغاوي من فوق. ودايما لما تستخدمي منه تاخدي بالمعلقه ناشفه، ما يبقاش فيها ميه، او تاخدي من العلبه تحطش في الحاجه اللي تستخدميها يبقى فيها طبيخ او يبقى فيها ميه او اكل وترجعي تاخدي منها. لا لا، انت تاخدي بالمعلقه اللي هي النظيفه دي مره واحده. هكمل بقى ضرب فلفل وهكذا لغايه لما تتكبه تتملأ معايا، او على قد الكميه اللي هي بتاخدها. الفلفل ده جميل جدا. بصوا العلبه اهي مغسوله ومتعقمه وجميله. تعملي منه بتنجان، تعملي بيه دقه المكرونه، تحطي منه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحطي منه على ايه يا فطوم؟ بتركزي على الباميه. ايوه، تحطي منه معلقه على الباميه او على اي طبيخ كده، تحطي حته صغيره كده بيديلها طعم جميل جدا. اللي هو الفلفل بالثوم ده بيبقى طعمه روعه. بصوا ادي الكميه اهيت. هكمل بقى الضرب كله يعني. انت بتحطي ثوم، ملح، شويه زيت. خلاص ضربت الكميه كلها. هو كيلو ملال العلبه ديت زي ما انتم شايفين. هنا خدت معلقه واحده في طبق على جنب، وعصرت فيه الليمونه او نص ليمونه حسب ما انت عايزه. وببدا احشي البتنجان بتاعي بالطريقه دي. ممكن تحطيه برطمان، ممكن تحطيه في علبه بغطا حسب ما انت عايزه. تمام. انا جبت نص كيلو بس بتنجان.
زي ما انتوا شايفينه كده، وما سوتوش قوي زي ما بقول لكم كده، علشان طبعا الواحد في صيام فممكن ياكل واحده في اليوم كده، فكل ما يقعد كل ما هيستوي، فانا ما بحبش اسويه قوي. تمام. لو انت عارفه نفسك هيخلص معاكي في نفس اليوم او يقعد معاكي يومين، خلاص سويه السوا الطبيعي بتاعه، ان انت تمسكيه بايدك كده تلاقيه بيتفتح معاكي. اهو يا بنات هبدأ كده احشيه بالشكل ده كده، واخلص الكمية دي كلها بالطريقة ديت. احلى بتنجان مخلل، وممكن تقليه. كنت انا قايله لكم في البث، وممكن تقليه بس تجيبي البتنجانية تكون تخينة، ما يكونش صغنن زي دوت ده، عشان هيتسلق هيطرى معاكي. لكن الصغير لو هتقليه هينشف معاكي اهو، بصوا. تمام. فقدام هتقليه البتنجانية تبقى كبيرة كده مليانة، يبقى مليانة لحم، علشان لما تقليها ما تنشفش منك، برضو بيبقى طعمه جميل جدا. انا خلصت اهوت زي ما انتوا شايفين. حطيت شوية ملح في شوية المية وعصرت ليمون، وهرشهم كده على البتنجان. احلى طبق بتنجان تاكليه بقى مع البامية، تاكليه مع الحاجات اللي انت بتحبيها، وده الفلفل اللي انا بعمله. وهنا كان محمود يعني لما لقاني نايمه وتعبانه، وقال لي ماما امي افطري، قلت له انا تعبانه مش قادره اكمل. فمحمود ربنا يبارك له، اتفاجئت منه لقيته مصور لي اللقطه ديت، فربنا يكرمه يا رب. فما كنتش اعرف ان هو صور الفيديو. لما انا صحيت قلت له ده انا عملت الفيديو وصورته وما كملتش اخره، وكنت تعبانه ونمت. قال لي يا ماما ايه ده، انا عملت لك الفيديو بس كان في السحور. قلت له بجد محمود صورت لي الفيديو؟ قال لي ايوه، عملت لك كمان لايك عشان يعملوا لك لايك. والحمد لله. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.